يتراجع للخلف على الرغم ان اقرب لاعب ليه على بعد 2 ياردة. وطبعا ده اغبى قرار شفته في حياتي بعد قرار مروان محسن في النادي الاهلي لما ساب الكوره وكان بيفتكر ان هو اوفسايد، وساعتها هو ما كانش اوفسايد وضيع هدف مؤكد او فرصه محققه. هنا بقى سيرجي خرج ووصل للخط على الرغم ان اقرب لاعب ليه على ال6 ياردة، يعني الموضوع مش هياخد منه ثانيه وهيوصل وهيكون على نفس خط الظهر بتاع النادي الاسماعيلي. خط الظهر هنا ظبط نفسه فيما عدا طبعا العاق عصام صبحي، كالعاده لازم يطلع حد مختلف ومتميز. الكوره اتلعبت ووصلت للاعب وهنا لسه ما عملش كنترول على الكوره، يعني افضل قرار ان سيرجي يطلع وياخد موقف وعنده 3 حلول يقدر ياخدهم. واحد ان هو يتمشى على الخط ويقول له، فمثلا ممكن اللاعب يتخض ويسيب الكوره لانه طبعا ده جاي من خارج الملعب. 2 انه يطلع قطري على اللاعب قبل ما يستحوذ على الكوره. 3 انه يطلع عمودي ويقطع التمريره اللي هتتلعب